بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انت شفت كده في فيديو النهارده هنشرح التايم زون او الوقت عامه. والوقت من اهم الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها عامه قبل التداول وفي التداول وفي كل حته. الوقت بالنسبه لي اهم حاجه، تمام؟ بس يعني ايه عشان تكون فاهمه كده، عشان ايه يركز في دماغك على طول. لو وانت طفل صغير كده، لو في عز ما ابوك متخانق خناقه ما يعلم بها الا ربنا، او متنرفز او ايا كان، يعني مش طايق نفسه، ما ينفعش مثلا تروح تقول له بقى هات لي شوكولاتايه او اللعبه بتاعتي اتكسرت تبقى هات لي لعبه، تمام؟ لان هيبقى الرد بنسبه، مش بنسبه، هو اكيد الرد مش هيعجبك، تمام؟ فده الوقت. يعني ما ينفعش ان انت تعمل حاجة من غير ما تكون عارف الوقت المناسب ليها. حتى في التداول هنا، لو انت داخل في الصفقة بنسبة 100% صح بس الوقت غلط هتخسر. يعني ايه؟ يعني مثلا في الحتة دي كده، ثواني، ما ينفعش مثلا انت مثلا لو دخلت بيع من المكان ده، تمام؟ السعر بص انعكس عليك بس هو ماشي صح بيع، تمام؟ فالوقت اهم حاجة لازم تكون حضرتك عارفها وانت بتتداول. فخلينا نبدأ في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. على فكرة نسبة الاشتراكات 70% بيتفرج على القناة مش مشترك، فيعني النسبة دي بتحرق دم. انا لما اكون بتعب وبعمل لك في الاسبوع 3 فيديوهات، قدرني يا عم، لايك سبسكرايب، روق عليا في الكومنتات كده، مشي الدنيا معايا، تمام؟ وخلينا نبدأ. اول حاجة، احنا عندنا 3 جلسات، تمام؟ اسيا، لندن، نيويورك، تمام؟ بداية احنا العالم ربنا خلقه التوقيتات مختلفة فيه، الصبح والليل مختلفين في الدول ياما، تمام؟ يعني التوقيت في مصر مش زي السعودية، او زي السعودية الفرق ساعة يعني، بس مش زي اليابان، مش زي امريكا، كله مختلف. فانت عشان الامور تكون سالكة قدام حضرتك، هتروح فاتح تريدنج فيو، هتيجي هنا تضغط كليك يمين، تايم زون، وتختار نيويورك. راحت فين نيويورك؟ نيويورك ايوه سيلبر اهي، اخترنا نيويورك، تمام؟ كده احنا بقينا بتوقيت نيويورك في الشرط بس. يعني لو انت على الجهاز هتلاقي الجهاز هو بس الشرط معاك بقى التوقيت بتاعه توقيت نيويورك بالظبط. طب ليه؟ بص، اول حاجة من الساعة 2، لا خلينا الاول من اسيا، من الساعة 8 للساعة 12 بالليل، ده كده جلسة اسيا، تمام؟ ومن الساعة 2 للساعة 5 دي جلسة لندن، ومن الساعة 7 للساعة 11 دي جلسة ايه؟ جلسة نيويورك. طبعا انت ممكن تقول لي ايه، تقول لي طب ايه المهم في الموضوع ده؟ يعني ايه المهم ان انا نكون عارف ان ديت جلسة ايه او ايه او الوقت عامة، تمام؟ لان خلال الوقت ده الجلسة مثلا احنا قلنا الاول هي اسيا من 8 ل 12، جلسة لندن من 2 ل 5 بتضرب السيولة بتاعت جلسة اسيا، وجلسة نيويورك يا اما بتضرب السيولة بتاعت جلسة لندن اللي هي الجلسة اللي قبلها، يا اما بتصحح من عندها وبتكمل في اتجاهها، وده اللي هنعرفه من الامثلة. يبقى مرة كمان، من الساعة 8 للساعة 2، من الساعة 8 للساعة 12 دي جلسة آسيا، ومن الساعة 2 للساعة 5 ديت جلسة لندن، ومن الساعة 7 للساعة 11 ديت جلسة نيويورك. طبعا احنا دلوقتي جايين بأمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نمشي مثلا كده في الشرط، ومثلا نروحوا خلينا هنا ماشي. بص هنا، انا عن نفسي بحب اقسم الشرط وانا بتداول. بص على السهم من تحت هنا كده، الساعة كام؟ 8 اهي، 8، تمام؟ للساعة 12 دي كده احنا عندنا دي جلسة اسيا. حلو، عايزك تبص كده، دي القمة، ده القاع، ودي القاع، خليه باللون الاسود، انا اسف، هنا باللون الاسود اهو، ده القاع، وعندك ده القمة، تمام؟ بص كده، الساعة 2 خليك بالاسود للساعة 5 اهي، تمام؟ نبقى خط كبير شوية عشان تفهم بس. طيب احنا دلوقتي طلعنا جلسة اسيا وطلعنا جلسة لندن. بص اللي حصل هنا، دي جلسة اسيا، السيولة راحت جاية ضربة من فوق، طلع عند فير فاليو جاب، وراح نازل للسيولة التانية، تمام؟
يبقى لو انت عامة، لو انت داخل مثلا من هنا كده تشتري، او مثلا خلينا مثلا داخل تبيع من هنا وحاطط ستوبك هنا، بص السيولة بتضربك. تمام. وكذلك برضو في جلسة نيويورك، بص الساعة 7 فين، ليك هنا بلون الازرق، او بلاش الازرق، اعمل لنا ليك في البرتقاني بس هنكبرك شوية. تمام. بص الساعة 11، بص كده اللي حصل هنا نفس الموضوع. جلسة نيويورك هنا البرتقاني راحت طالعة، بص جلسة اسيا قمتها فين اهي، راحت طالعة ضربها وراحت نازلة ضربة القاع. بعيد بقى عن ان انت مثلا محلل ان السوق صاعد او هابط، الفكرة ان الجلسات بتضرب بعض على طول. يعني انت ممكن تكون ماشي في الجلسة تمام، هوبا تلاقي الجلسة اللي بعدها راحت طالعة ضربة لك السيولة وماشي. تمام. فانت من المهم ان انت تدمج الكيل زون مع الاستراتيجية بتاعتك. ده انا ماليش دعوة بالاستراتيجية اللي انت بتشتغل بيها، انا دلوقتي بكلمك عن الوقت. هتلاقي استراتيجيات في القناة واستراتيجية اي سي تي انا بشرحها. ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي سؤال اتفضل اسألني تحت في الكومنتات، وان شاء الله ربنا هيوفقني وهرد عليك. اشوف وشك على خير ان شاء الله في فيديو يوم الجمعة الجاية. وبالمناسبة يعني صفقة الذهب اللي انا نزلتها على قناة التليجرام هتلاقي، وصفقات ياما بنزلها على قناة التليجرام، ما تنساش تبقى تشوفها. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الكومنتات. اشوف وشك على خير، مع السلامة.